قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. ده تقوم بحق أبوك وأمك كامل، تلقاهم عبيد، تدفع حقهم وتطلعهم، ولن يكون هذا أصلا. طالما أنت حر معناهم أحرار، وهذا على سبيل التعجيز. ابن عمر جاءه شاب قال: حملت أمي في الحج حتى أدت كل المناسك وهي على ظهري، وقد رأيت بعض هذه المواقف. رأيت شخصا من شرق آسيا يحمل أمه، يحمل أباه رجل يحمله في قماشة، رابط القماشة في نصه وشايل أبوه كبير في السن كأنه زغب طائر. شفت الطيرة المولودة جديد بس زيه كده، شايل قدامه، عامل له كيس خرتاية قدامه، شايل بخاخ بتاع مويه باردة، وماشي على أقدامه من منى إلى عرفات 8 كيلو، شايله ماسك بإيده الشمال شمسية، وبإيده الثانية بكب لي أبوه المويه بورا بالمويه الباردة يبخ له البخاخ. وعمك الموضوع عاجبه ومبسوط. شفت كيف؟ يعني أنا والله قربت أمشي أقبل راس الولد ده. يقوم بعد شوية يدخل البخاخ، يطلع تفاحة يمضغها يناول في خشمه، وماشي. بعد شوية يطلع مويه الصحة يفتحها يناول يسقيه. بعد شوية يطلع البخاخ الفوق مويه باردة ويرش له، وماسك بيده الشمال الشمسية. ده داير له عيد عيد الأم حق الناس اللي ما بيعرفوا قيمة الأم بالمناسبة. هذا هو الباطن الحقيقي. أما الظاهر جميل، أن تقدم لأمك هدية، هذا جميل، ولكن أدلك وأقول لك قدم لوالديك هدية، ولكن دائما. ده الفريق. هم قالوا هدية ونحن قلنا هدية، هم قالوا مرة في السنة ونحن قلنا طوالي. قدر ما تلقى. قال لابن عمر: حملت أمي فوق ظهري حتى خضت كل مناسك الحج وهي على ظهري، هل تراني وفيتها حقها؟ قال: ولا طلق من طلقاتها وهي تئن عندما كانت تضعك وأنت جنين.